حبايبي وحشتوني 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 وحشتوني. بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي علشان القناة ترجع. بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني في رجوع القناة. بشكر ابو ياسين وبشكر ابو يوسف صاحب قناة شملولو بهلول. وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي وقفوا جنبي وساعدوني ودعموني طول ما قناتي كانت واقفة. صراحة ناس كتير جدا وقفت جنبي وساعدتني طول ما قناتي كانت واقفة. من اولهم ام آية. منوعات ام آية قناة جميلة جدا. ومنوعات مطبخ لولو ورنا قناة جميلة جدا. وقناة فطوم ومطبخ ام ادم. وبصوا وكانت واحدة صاحبتي اسمها تاليا حبيبة قلبي ولمونة حبيبة قلبي. وانت اغلاهم من الراجل المحترم اللي وقف جنبي ودعمني برضو طول ما قناتي كانت واقفة ربح. ناس كتير والله العظيم عشان ما انساش حد. و... وهقول ايه قنوات كتير وقفت جنبي صراحة طول ما قناتي ما كانت واقفة ربح. النهاردة بقى هنعمل اكل. طبعا احنا شكرنا الناس كلها وكل حبايبي اللي وقفوا جنبي ووقفوا معايا. ومش عايزه انسى حد، انا مش عايزه انسى حد عشان ما حدش يزعل مني ويقول ان انا نسيته. فانا بشكركم كلكم. النهارده بقى هنطبخ ايه في الحر. طلبوا مني اكله جميله قوي في الحر ده. دايما يطلبوها واحنا في الحر. ايه هي؟ تعالوا اما اقول لكم ايه هي. هنعملها مع بعض. هي ايه؟ كشري مصري اهو. الاكله دي اتعملت ازاي وجمالها تعالوا نشوف خطوة خطوة الأكلة دي اتعملت ازاي. هنشوف كده خطوة خطوة. الشفاط باظ. بناشد المسؤولين يجيبوا لنا شفاط. ولو توكيف برضو مش مشكلة ما عنديش مانع. عادي بقبل. الحلة اللي هنعمل فيها التقلية هي اللي هنعمل فيها البصل. احنا بنكترش لان احنا عندنا مش بيحبوا الوردة قد كده. تمام. نولع الميه بتاعت المكرونه تبقى جنبنا. تمام. وهنا البصل بتاعنا بيحمر براحته بقى كده. ايه طبعا بصل بنشا عشان يخربش. تمام. يلا. هنا البصل بتاعنا خد لون اهو شايفين. هنطلعه بقى. الطماطم اهوت حطينا عليها واحده مرقه وبهارات كشري مصري اهي. بتشتريها من عند العطار بتقولي له عايزه بهارات كشري مصري. طبعا بقفلها بمشبك عشان ما عنديش دبابيس. ونحطها بقى على الزيت مكان البصل. هنا التقليه بتاعت الكشري اهو خلاص. وهنا ميه المكرونه متولع عليها عم تغلي. وهنا بقى ميه المكرونه غليت كمان اهي. وهنا المكرونه بتاعتنا اهي. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوعين المكرونه بنحطهم على بعض. تمام. والطماطم بتاعتنا اهي. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل نجهز الدقه. كشري بالدقه. نقلبها بقى كده وما تغطيهاش. ما تغطيهاش عشان ما تكلكعش ببعضها. سيبها بقى تغلي مع نفسها. تمام. وهنا بقى خلاص المكرونه بتاعتنا خلاص اهي استوت. اصفيها. وهنا عملنا حله عشان نعمل الرز بتاعنا. نحط بقى شويه شعريه اهو. تمام. نحمر الشعريه. يبقى كده خلاص خلصت. تمام. كده بقى الشعريه بتاعتنا خلاص اهي اتحمرت اهي. خدت اللون اللي احنا ايه محتاجينه للرز. والمكرونه بتاعتنا كمان خلاص اهي صفيتها. والطماطم. تمام. هنحط بقى ايه هنا. هنحط هنا بقى ايه الرز. يلا بسم الله. هنا بقى هنعمل التوم بتاع الدقه. تمام. الدقه اللي هي ايه دقه الشطه ودقه الكمون. ده التوم اللي بنعمله فيه. وهنا حضرنا طبق الكمون وطبق الشطه. تمام. هنحط شويه خل هنا وشويه خل هنا. الخل بقى براحتك يعني هو ده اللي ايه اللي انت بتاكليه اصلا. هي خلاص خلصت. حد يجيب لنا ازاي خل يا جدعان. وهنا الثوم بتاعنا بيتحمر اهو. ماشي. نقلب بقى ايه ده في الخل كده. نقلبه ونقلب الشطه كمان
طبعا هو في الاخر والله انا مش عارفه يعني، بصراحه انا بحب طبق الكشري بالشطه والطماطم. هنا التوم بتاعنا خلاص اهو خد اللون الاصفر. تمام، هي نفس الخلطه. فانا بدل ما بصوا بقى اعمل هنا حاجه وهنا حاجه، بقوم عاملاه ايه مره واحده. اوعى شفتم كنا هناول. والله كنا هناول. يلا هي كده ايه الدقه بتاعتنا خلاص اهي. شفتوا النار دي، ربنا يكفينا شر النار وعذابها. وفعلا كنت هموت، بس فعلا شعري شاط والله العظيم، وش النار جت فيه. يلا الحمد لله على كل حال. وكده بقى نبقى ايه وصلنا ان احنا عملنا خلطة الكمون والشطة اهي والبصل بتاعنا. هو كتير بس مش عارفة هو باين ان هو كتير ولا قليل، بس هو يعني مش كتير لدرجة زي اللي الناس بتحبه. تمام. وده الرز بتاعنا خلاص نشف اهو اهو، يعني ايه 10 دقايق ونطفي على اكلنا كله. وهو ده الكشري السريع، يعني ما تشيليش هم اكل. بصي طالما انت بتخشي تقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، والله العظيم بركة الاكل في الاخر وبركة ربنا في بيتك. تمام كده خلاص اهو. والمكرونه بتاعتنا خلاص خلصت، والتقليه خلاص خلصت. شايفين نطره الزيت بتاعها، يبقى خلاص استوت. تمام، يبقى احنا بقى نوطي الرز يكمل ترديد واستنونا في الاخر. كده خلاص الكشري المصري بتاعنا خلاص خلص. الرز خلاص اهو استوى وطفينا عليه، والمكرونه كمان خلصت وطفينا عليها. وهنا التقليه خلاص بتاعتنا خلاص اهي شكشكت اهو. نطفي بقى النار. تمام، وهنا خلاص اهو. هو ده كان الكشري المصري بتاعنا. استنوا بقى نغرف مع بعض. تمام، تعالوا بقى نجيب ده كده وده كده. نجيب الطبق، نجيب الطبق اللي هنغرف فيه. نغرف بقى ازاي؟ نحط رز كده، الرز بتاعنا اهو نوزعه بقى في الطبق كده. طبعا عشان ايه نغطي بقى حلة الرز. وهنا يختم نجيب مكرونة، نحط مكرونة ساعة. وكده حطينا المكرونة. طبعا عشان انا اللي بصور، عشان اللينك لايت بتاعي مش مظبوط. تمام، فايه بصور عن نفسي. طبعا الكشري يعني بهدلنا الدنيا، يعني بهدلنا كل حاجة. ودي الصلصة بتاعتنا. طبعا الصلصة بقى للي بيحب اختياري، ما نقولش بقى ايه نحط كتير نحط قليل. الصلصة دي اختياري. وطبعا بقى ايه عصافير الكشري المصري البصل. ونحط بقى ايه كمان الشطة، ونحط الكمون، نحط الكمون. وهو ده كان الشكل النهائي بتاع الكشري المصري بتاعنا. ايه رأيكم بقى؟ كده خلاص خلصنا اهو. كده خلاص خلصنا اهو. هو ده كان الاكل بتاعنا النهارده كشري. خلصنا خلاص. يلا بقى قومي اعملي. وهو ده الشكل النهائي بتاعنا. باي.